اتبع رسول الله لا تخرج عن القرآن. رجعة أهل البيت عليهم السلام. رجعة أهل البيت ما تكون قبل الإمام. الرجعة والكرة نفس عودة الإمام، ظهور الإمام سلام الله عليه يعبر عنه بالكرة وبالرجعة، نوع من رجعة. أهل البيت عليهم السلام منذ أن أغمض النبي صلى الله عليه وآله عينيه توفي اضطهدوا وأبعدوا، قتلوا وشردوا هم وأتباعهم إلى يومنا هذا. فإذا ظهور الإمام نوع من الرجوع لهم ومن كرتهم ورجعتهم صلوات الله عليهم. وأيضا بتعبير علمي، المشروع الرباني للإسلام ليظهره على الدين كله ب12 إماما الناس منعوه، و12 إماما قتلوهم مد في عمر 12 ليحقق مشروعه سبحانه وتعالى. إذن ظهور الإمام يسمى رجعة أهل البيت عليهم السلام. الرجعة كإحياء، عندنا كثيرون يحيون من قبورهم ينصرون الإمام المهدي سلام الله عليه، بعضهم يعبر عنها الرجعة الصغرى، لكن الرجعة الأساسية المنصوص عليها في الأحاديث رجعة أهل البيت عليهم السلام إلى الأرض، من الجنة إلى الأرض. أولهم بعد وفاة الإمام المهدي سلام الله عليه الإمام الحسين يأتي، وفي عصر الإمام المهدي يحكم 309 سنوات، وتطور الأرض والكواكب الأخرى والأراضين، وانفتاح على الكواكب، انفتاح على الآخرة، رواح ومجيء يكون أمرا عاديا. تبدأ رجعة أهل البيت عليهم السلام بالإمام الحسين سلام الله عليه، ويحكم بعد الإمام المهدي فترة. وهناك برنامج طويل عريض لدولة العدل الإلهي وعدة رجعات للنبي والأئمة عليهم السلام. وأنا رأيت في ظاهرة أنه دائما رسول الله يرجع يأتي يزور الأرض مع علي سلام الله عليه. اتبع رسول الله لا تخرج عن القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتهام صريح واضح وقول فاضح من الشيخ علي الكوراني حينما يتهم رب العالمين أن مشروعه لم يتم، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على إتمام هذا المشروع، فيحتاج إلى رجعة سبحانه وتعالى كي يتم مشروعه الذي لم يتم أولا. فضيلة الدكتور. الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد ظهر هذا الدين، ظهر دين الله سبحانه وتعالى على الدين كله، وتحقق هذا الظهور في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعد الله للمؤمنين، هذا الوعد المستمر الدائم لمن آمن بالله عز وجل وعمل صالحا، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. سؤال سريع فضيلة الدكتور: هل أتم الله النعمة؟ هل أكمل الله الدين؟ أكمله. أم أنهم ينكرون ما أتى في كتاب الله؟ كلامه أشبه بهذيان المجانين الحقيقة، يعني كلامه الذي يقول أشبه بهذيان ويخالف يعني ظهور الدين على وعد الله عز وجل. الله سبحانه وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم. وقد وعد بأن الله يمكن لعباده المؤمنين متى؟ إذا آمنوا وعملوا صالحا. هل تحقق هذا الوعد للصحابة رضي الله عنهم؟ تحقق في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه، الذي كان يحكم بلاد الفرس وبلاد الشام وفي مصر وغيرها. نعم. دولة واحدة، وعمر ينام قرير العين. صحيح. وقد كما قال لما رآه يعني قائد الفرس: نعم. عدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم. وبينما هذا الذي سمعنا يقول النبي يعود عدة مرات، يحدث انفتاح بين السماء والأرض. نعم. حركة يعني على الكواكب، كلام. نعم. يعني كلام سبحان الله العظيم. أنا والله أستغرب حين يسمع الشيعة هذا الكلام ثم يعني يسكتون لا يردون عليه. وهذا كثير الحقيقة. يعني الله عز وجل ميز الإنسان بالعقل،
أعطاه العقل الذي هو وسيلة لفهم النصوص الشرعية، ولذلك فاقد العقل غير مكلف. نعم. طيب الذي يسمع هذا الكلام الذي يقول انفتاح على الكواكب، النبي صلى الله عليه وسلم عدة رجعات له. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وحذر الناس من المسيح الدجال الذي نستعيذ بالله تعالى منه في كل صلاة، من المسيح الدجال. طيب وأخبر عنه بأحاديث متواترة. نعم. طيب أيعقل عودة النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستكون عدة مرات لا يخبر الله سبحانه وتعالى عنها ولا يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول هذا الحقيقة من يعني سوء استخدام العقل، سبحان الله، ويعني من الضلال، ومن الحقيقة حين الإنسان يكون معزولا عن الوحي. نعم. معزول عن الوحي، فعندئذ لا تتخيل يعني حجم الضلال. الله يقول سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به نعم. في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هؤلاء والله في الظلمات. نعم. والله كلام لا يقوله إلا إنسان معزول ومحجوب عن نور الوحي الذي يجعله يقول مثل هذا القول. طيب.